بسم الله الرحمن الرحيم. انتشر الفترة اللي فاتت على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات كتير بعد ما أستاذ مناعة اتكلم عن إن في حقن ممكن تسبب تسمم في الدم. هكلمكم النهارده عنها، معاكم الدكتور أحمد السعداني وحلقة جديدة من برنامج صيدلتك في بيتك. أولا الدكتور اتكلم على مادة فعالة اسمها سيانوكوبلامين، ودي المادة اللي موجودة في الحقن الحمراء اللي بتستخدم لعلاج التهاب الأعصاب زي الحقن اللي قدامنا دي. تمام كده؟ فالدكتور اتكلم وقال ان في طفره عند بعض الناس، ان الماده الفعاله دي السيانوكوبلامين المفروض لما بتدخل الجسم بتتحول لماده اسمها ميثايل كوبلامين، ودي الماده الفعاله. الناس اللي ما بيحصلش عندها التحول دوت بيزيد ترسيب ماده السيانوكوبلامين في الدم، فبالتالي بيحصل تسمم من الماده دي. بتلاقي الناس دي بترجع تشتكي ان هي بتاخد الحقن الحمراء وبتاخد العلاج بتاعها كويس ولسه في دوخه ولسه في زغلله ومفيش اي تحسن خالص، بل بالعكس الامور بتسوء. ناس كتير طلعت اتكلمت وقالت نفس الكلام اللي استاذ المناعه او الدكتور اتكلم وقاله. النهارده هنتكلم بطريقه مختلفه، ان النهارده هنأكد على نفس كلام الدكتور اللي قاله، مش بس الناس اللي عندها طفره في عدم تحول الماده دي. احنا عندنا اصلا نوعين من الدواء، ماده بتدخل الجسم تشتغل على طول، وماده بتدخل الجسم تتحول عن طريق انزيمات او اي حاجه ثانيه داخل الجسم للماده الفعاله. فالدكتور اتكلم عن الناس اللي عندها طفره وما تقدرش تحول ماده السيانوكوبلامين الى ماده الميثايلكوبلامين اللي هي الماده اللي المفروض تستخدم او الماده المفروض المسؤوله عن علاج التهاب الاعصاب. في ناس تانية عندها مرض في الكبد، او الكبد مريض ما يقدرش ان هو يحول ماده السيانوكوبلامين الى ماده الميثايلكوبلامين، او يقدر يحول جزء منها وجزء تاني بيتبقى. الجزء اللي بيتبقى ده للاسف بيخرج عن طريق العصاره الصفراء من المراره، فيعمل لك مشاكل في الكبد ومشاكل في المراره، غير ان هو بيترسب في الدم ونسبته بتعلى في الدم، هيؤدي الى خمول، ضعف الاعصاب، والاعراض اللي انت بتشتكي منها هتلاقيها بتزيد عندك مش بتتعالج. كله اتكلم على النقط ديت وما اتكلمش ايه الحل. دلوقتي في اتجاه عالمي لانتاج ماده الميثايلكوبلامين، ان احنا ما نستخدمش ماده السيانوكوبلامين اللي هي اصلا المفروض تتحول، لا احنا ننتج الماده نفسها اللي بتتحول في الجسم اللي هي الجاهزه لعلاج الاعصاب، وهي ماده الميثايلكوبلامين. الماده دي انتجت عن طريق اهي الميثايل تكنو، دي ماده اللي هي الميثايل تكنو الميثايلكوبلامين لعلاج الاعصاب. دي عباره عن فيلم بتفتح وتلزق يوم بعد يوم على حسب الاستخدام او كل 3 ايام. فدلوقتي ماده السيانوكوبلامين اللي هي بتسبب اللي هي التسمم او اللي هي ممكن تعمل لك مشكله لو عندك طفره او مشاكل في الكبد او المراره، تقدر تستغنى عنها وتستخدم ماده الميثايلكوبلامين اللي هي موجوده في الميثايل تكنو. دي عباره عن فيلم بتلزقه على اللسان يوم او يوم لا او كل 3 مرات. شكرا.